إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول بمشيئة الله بعض الأحكام عن نهاية شهر رمضان المبارك، وحكم زكاة الفطر، وحكم صلاة العيد وآدابها. هذه الجمعة هي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك لعام 1445. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، ولذلك ناسب في هذا اللقاء أن نتحدث عن خواتيم شهر رمضان المبارك. مشاهدي الأكارم، نحن على مشارف نهاية رمضان. بقي من شهر رمضان 4 أيام أو 3 أيام، إما أن يكون الشهر مكتملا أو يكون الشهر ناقصا حسب الرؤيا التي شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في عموم بلدان العالم. وبعض البلدان يرون أنه مكتمل وأن العيد سيقع بمشيئة الله في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لذلك باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الضيف الدائم لهذا البرنامج، وأيضا نرحب بكم وباتصالاتكم مع هذا البرنامج أو برسائلكم، حتى نكون نحن متواصلين نحن وإياكم في إثراء هذا البرنامج ومناقشة ما يمكن فيه فائدة لشعبنا الإريتري. أهلا وسهلا شيخ حسن. أهلا وسهلا، حياكم الله. شيخ حسن، نحن الآن في نهاية شهر رمضان المبارك. بماذا ينبغي للمسلم أن يختم شهره الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. درج العلماء على مقولة العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات. الإنسان قد يكون مقصرا في بداية شهر رمضان وفي منتصفه، ولكنه يمكن أن يتدارك كل ذلك بأن يجتهد في أيامه الأخيرة. وعندما نقول الاجتهاد ليس فقط اجتهادا بدنيا، ولكن أيضا الاجتهاد القلبي، فإن سبق القلوب وحركة القلوب أحيانا تسبق كثيرا حركة الأبدان. فكم من إنسان تجده مجتهد وكذا ولكن ينقصه الإخلاص، وكم من إنسان تجده ما شاء الله يعني بإخلاصه وخشيته لله وخوفه من الله سبحانه وتعالى يسبق. وهذه على كل مسألة مهم جدا أن يلتفت إليها الإنسان. الأمر الثاني أيضا، نحن فيما تبقى لازلنا نتربص ليلة القدر، وخاصة لمن يقول بأنها وهذا قول قوي جدا لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان بعضهم يقسم عليها بأنها ليلة 27. ونحن تقريبا في هذا اليوم إن شاء الله، مساء هذا اليوم ستكون ليلة 27. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه الليلة اجتهادا عظيما، ويحرص على إحيائها ويحرص على العمل فيها، فإنها من الليالي المباركة ومن الليالي الخيرية ومن الليالي التي حث الشارع على القيام فيها كما هو معروف. أيضا فيما تبقى من أيام، هنالك أيام لا زالت حتى غير 27. هنالك ليلة 29 تعتبر أيضا من الليالي الوترية التي يحرص الإنسان أيضا على الاجتهاد فيها. باختصار، كما ذكر كثير من أهل العلم، على الإنسان ألا
يكون همه والله قضية تتبع الأيام فقط، ولكن عليه أن يجتهد في هذه العشر بناء على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخلت عليه العشر كان أحيا ليله وأيقظ أهله وشمر كذلك عليه الصلاة والسلام، تعبيرا عن الاجتهاد وعن ترك أيضا إتيان النساء في هذه العشر الأواخر حتى يتفرق عليه الصلاة والسلام لعبادة ربه والتقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن عندك فيما تبقى على الأقل من أيام، عندك أن يجتهد الإنسان في الثلاث أو الأربع ليالي المتبقية. الأمر الثاني يحرص على أن يلتمس في هذه الأيام أيضا ليلة القدر، لعلها لا زالت تكون مدخرة، والله سبحانه وتعالى أخفاها على كل لحكمة يعلمها، ومنها أن يجتهد الناس طيلة هذه الأيام. أيضا فيما تبقى من أيام عندنا زكاة الفطر. ما الذي سيقدمه الإنسان في ليلة القدر؟ لماذا نحرص كثيرا على ليلة القدر؟ يعني ما هي العبادات التي ينبغي أن ننفذها فيه؟ نعم، أولا هنالك 3 هدايا طبعا في هذا الشهر المبارك مرت تقريبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن في موضوع ليلة القدر أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أنت في ليلة القدر موعود بمغفرة الذنوب، هذه مسألة واحدة. الأمر الثاني أيضا موعود بأجر عظيم جدا تحدث عنه القرآن الكريم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. سواء كان 1000 مقصودا أو غير مقصود، على كل المهم أن هذه الليلة هي خير من عبادة 1000 شهر فيما عدا ليلة القدر. فأنت كأنما في هذا اليوم إذا وفقك الله سبحانه وتعالى تنال أجر ما لا يقل عن ما يزيد على 80 سنة من عمر الإنسان، وهذه بلا شك يعني مغبون، وسيكون في حسرة عظيمة من فاتته هذه الليلة. أما ما الذي ينبغي أن يقوم به في هذه الليلة؟ فمفهوم الإحياء أنا أعتقد أنه مفهوم أحيا هذه الليلة كما ذهب إليه عدد من العلماء. أهم ما يدخل فيه على كل بشكل أساسي موضوع القيام، هذا طبعا يدخل في الإحياء. موضوع تلاوة القرآن في هذه الليلة المباركة، موضوع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، موضوع الدعاء كذلك والإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، موضوع أيضا إمكانية أن تجمع الأعمال الصالحة من غير أيضا ما يتعلق بالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. هنالك عدد من الأعمال الصالحة على كل يدخل كذلك في هذا المفهوم. فليس صحيحا حصر هذه الليلة فقط في جنس معين من الأعمال، ولكنها ليلة مفتوحة من اللحظة التي يؤذن فيها أذان المغرب يبدأ معك. حتى بعضهم نبه سبحان الله إلى أهمية متابعة أذان المغرب في هذا اليوم على وجه التحديد، لأن الأجر فيه أيضا سيكون بنفس الطريقة. يعني متابعتك للآذان في هذا اليوم تختلف عن متابعتك الآذان في مصر. إفطارك وتقديمك للإفطار في هذا اليوم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم سيكون مختلف عن بقية الأيام. حرصك على أن تصلي صلاة الجماعة، صلاة المغرب في جماعة وفي مسجد، أيضا سيزيد ذلك من رصيدك. حرصك قدر الإمكان على الإكثار من قول الحديث الذي عن عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا الإكثار من هذا الدعاء أيضا سيكون فيه الخير الكثير. أضف إلى ذلك محاولة إحياء أيضا هذه الليلة وسط الأسرة وتنشيط الأطفال وتنشيط كذلك الزوجة حتى يشاركوا في هذه الليلة ويكون إن شاء الله ينالوا بركتها. أيضا في هذه الليلة يمكن أن تكون هنالك صدقات، أن تكون هنالك صلة أرحام، أن يكون هنالك زيارة للمرضى. على كل موضوع الأعمال الصالحة كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا. مطلوب فيها المسارعة، مطلوب فيها المنافسة في هذه الأيام إن شاء الله، وخاصة في ليلة القدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الختام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. إذن خلاصة ما ذكرتموه الشيخ حسن هو أن نحرص فيما تبقى من هذه الليالي الأربعة أن نجتهد في عموم العبادات ونركز على قيام الليل والدعاء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام
ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نعم. وكذلك أيضا يعني نكرر فيما يتعلق، وإن كان قيام الليل يشمل قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن والدعاء والقيام، هذه الأمور الثلاثة هي التي ينبغي أن نركز عليها. هذا والحمد لله ديننا يسر، ومن اجتهد في العشر قطعا أنه وافق ليلة القدر. من اجتهد. وعلينا أن لا ننسى أن هذه الليلة هي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن. هي الليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هي الليلة التي سيتنزل فيها الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام ويحضرون هذه الليلة ويشهدونها. هي الليلة التي هي وصفها الله بأنها سلام. يا سلام. يعني هذه الليلة أيضا من الليالي، هذه الليلة هي ليلة المقادير. فالإنسان أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له من خير هذه الليلة، وأن يقيه من شر ما فيها، يعني من شر ما يكتب في هذا العام. ليلة المقادير لأنه ستتنزل مقادير الأعمال وأقدار الناس لمدة عام كامل مما كتب لهم في أعمالهم. تنزل كما يقولون الخطة السنوية، تنزل إلى الملائكة وتظل مكشوفة بالنسبة للملائكة، محجوبة عنا. فهنا أيضا الإنسان سبحان الله إكثاره من الدعاء في أن يجنبه الله كل شر وأن يرزقه كل خير. هذه أيضا مما يدخل إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه طبعا مستمرة معنا من صلاة المغرب إلى يعني حتى نقول للذين ربما لا يستطيع الإنسان من أن يتفرق كل الليلة نظرا لأعماله أو لانشغاله أو لارتباطاته، حاول أن تدرك ولو ساعة ساعتين منها وركز فيها وتفرق في هذه الفترة لتكون على الأقل إن شاء الله أدركت بعضا من هذه الليلة المباركة. طيب شيخ حسن، نحن نرى أن الشريعة السمحة تختم الأعمال الصالحة دائما بالاستغفار. نعم. فالنبي عليه السلام كان إذا انفتل من صلاته استغفر ثلاثا. نعم. وفي الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. وفي آخر حياة الإنسان أيضا إذا جاءك نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لكنه جاء عند الصيام فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أين الاستغفار وأين إكمال النقص لما حصل في العبادة من العبادات في شهر رمضان المبارك؟ أين نجد ذلك؟ وأحسنت على كل فعلا. موضوع الصيام سبحان الله يعني فيه استثناء كما يقولون في هذه الجزئية، لكن سبحان الله نبهت الشريعة إلى أن ما يسد النقص هنا ليس الاستغفار، ولكن ما يسد النقص هنا هو صدقة الفطر. يا سلام. صدقة الفطر ستسد النقص الذي وتجبر لك كل نقص، وهو شكل على كل من أشكال الاستغفار، لكنها بطريقة نافعة للخلق، وهو أن يكون هنالك ما يقدمه لأن الصدقة مكفرة. هي مكفرة. أحسن. صدقة مكفرة. ففعلا بالنسبة للصيام يختم بهذه الحالة، وهي أن يكون الإنسان مقدما لطعام للفقراء والمساكين. حددت الشريعة على كل طريقته وحددت مقادير هذا الموضوع، وبالتالي ختمت الشريعة شهر رمضان بهذا النوع من الأداء تكفيرا طهرة للصائم وأيضا طعمة للمساكين. جميل هذا يعني الطرح في بيان إكمال النقص بصدقة الفطر. طبعا صدقة الفطر وهي زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما. لو تفصلون لنا في هذا، وبعض العلماء أفتوا بإخراجها مالا، ولكن يعني حاجتنا إلى فهم السنة النبوية في مثل هذه الأمور أعتقد أنه من الأهمية بمكان. فلو فصلتم لنا يا شيخ حسن لماذا علينا أن نحرص على أداء السنة ولا نخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأيضا كم هو مقدار زكاة الفطر
التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. وبماذا الإنسان يخرج؟ تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل. تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل. بارك الله فيك. كما تفضلت أول بالنسبة لموضوع صدقة الفطر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من أنواع مجموعة من الطعام، منها التمر ومنها القمح ومنها كذلك الأرز، وهذا ربما من الملحقات. جميل. ومنها كذلك التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد مجموعة من أنواع الطعام، وظل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون بهذا الأمر، وهو أن تخرج طعاما. لكن كما هو معروف ظل على كل هذا الأمر محل ومثار خلاف منذ العهد الأول أيضا. ليس الخلاف فيها ليس خلافا حديثا أو ليس خلافا وليد اليوم، ولكن خلاف تاريخي بدءا من العهد الأول وظل مستمر على هذا الموضوع. والسبب في ذلك أن من غلب جانب التعبد المحض اعتبر أن الأمر أمرا توقيفيا ويجب أن يكون كذلك، ومن غلب جانب مصلحة الجانب المعاملات وليس التعبديات نحى منحى النظر في التعليل. هذه أول مثار الخلاف بين الطائفتين. فمن نظر إلى أن والله المقصود منها هو مصلحة المسكين ورعاية هذه المصلحة، حاول أن يذهب إلى موضوع النقد. لكن حقيقة موضوع النقد على وجه التحديد ليس طبعا نحن هنا بصدد بخس الذين قالوا بهذا القول أو يعني الافتئات عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول هذا الكلام لم تكن هنالك مشكلة في النقد ولم تكن هنالك مشكلة أصلا في الأموال، وكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الموضوع أيضا. ولذلك نلاحظ بأن الذين نحوا منح أن يحولوا زكاة الفطر إلى النقود ألحقوها بزكاة الأموال، وهذه إشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقها بزكاة الأموال، لا من حيث العناصر التي تشملهم ولا من حيث أيضا طبيعتها. فطبيعتها هذه تسمى زكاة الأبدان، هي ليس على الأموال ولكن على إيه؟ على الأبدان. فأنت لا تتعامل هنا مع حالة مالية، أنت تتعامل مع أبدان الأشخاص. يعني كل شخص أنت تخرج عليه إيه؟ تخرج عليه صدقة محددة. نعم. فهذه واحدة، أنها زكاة أبدان وليس زكاة أموال. الأمر الثاني، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في استحقاق هذا الموضوع إلا الفقراء والمساكين. يعني بقية الصدقات الزكوات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كذا، هذه الزكاة لا يحل فيها إلا بإيه؟ يعني أولئك الذين يقولون بأن والله لمصلحة. طيب ليش ما تعممها؟ خلاص اجعلها في سبيل الله وأدخل بقية الناس. هذه لا توجد فيها هذه أيضا إشكالية تواجه حقيقة الذين يقولون بإخراجها نقدا. أحسنت. النقطة الثالثة أيضا، وما كان ربك نسيا. يعني لو أصلا هذه المسألة وهي ما تعم به البلوى، لو كانت فعلا مرادة نقدا كان النقد موجود وكان يمكن الإشارة إليه. على كل صحيح. ثم أيضا بعض الناس يقول وماذا سيكون الفرق بينه وبين زكاة المال؟ أحسنت. هذا لا أيوة، يعني تكرار الشريعة لأمر معين نعم لا معنى له. ثم الحديث بين لنا، قال يعني طهرة للصائم، أي أنها تطهر الصائم مما علق بصيامه، وطعمة للمساكين. فالتنصيص على طعم أنها طعام، أنها تؤكل، أن الناس يحتاجونها في الأكل. لكن للأسف الشديد طبعا بعض الناس ذهب إلى الرواية الأخرى وهي أغنوهم. طيب ليش ما والله تجعل هذا المطلق قيده بالنص نفسه، النص الآخر أغنوهم في موضوع الطعام، ليس مطلق الإغناء، لأنك أنت أصلا في زكاة الفطر ما مطالب بإغناء الناس في المجالات الأخرى، بينما في زكاة الأموال قد تغنيهم. فهذه كلها حقيقة يعني تبقى إشكالية. ثم أيضا كأنما الشريعة والله أعلم أيضا راعت في موضوع زكاة صدقة الفطر، راعت أن الناس في هذا اليوم لا تكون عندهم مشكلة طعام. بالضبط. بعض الناس يقول لك والله يا أخي الناس محتاجين، الناس كذا. طيب ما أنت إذا كان والله هنا ليست هنالك حاجة لطعام، أنقلها إلى
منطقة أخرى فيها حاجة للطعام، نعم. لأن هنالك ملايين من أبناء الإسلام لا يجدون ما يأكلون. والعجيب يا شيخ حسن أن المسكين، وجدنا بعض المساكين يستلم زكاة الفطر فيخزنها في بيته، نعم. يأكل منها ويشرب 6 أشهر، نعم. وبعضهم سنة كاملة. أحسنت. وهذا سبحان الله ينفعه في أيام الأزمات، نعم. أيام الحروب، أيام لا قدر الله القحط، أيام الفقر، فيكون عنده مخزونه وقوته لسنة كاملة. نعم. يأكل منه هو وعياله. ربما هذه سبحان الله، يعني كيف أن الإسلام اتجه إلى الإغناء بالطعام، لأنه إذا سبحان الله الأمة كما تفضلت الفقراء امتلأت بيوتهم بالطعام لما يكفيهم سنة، أين المشكلة؟ عندهم بقية الأموال التي كانوا يصرفون على هذا خليه يصرفوها بعد كده. نعم. فتكون جمعت بين أمرين، بين أنه أنت والله طبقت النص على ظاهره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أيضا جعلت هذا الفقير ماله الآخر يستفيد منه غيره. ثم لو كان المقصود الذي لاحظته للأسف الشديد، أنا من أنصار أنه التقبل الفقهي مش مشكلة، لكن وصل بعض الكتاب الآن من خلال متابعاتي كادوا يلقوا الأصل، صار يقول لك والله الأصلح والأنفع النقود. إخواننا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله. لا. يعني كيف أنت والله تريد أن تلقي أصل المسألة التي يعني نص عليها الشارع وتحولها إلى شيء آخر، فتجعل التعليل هو الأصل والدليل هو الفرع. الصحيح أنه والله الدليل هو الأصل، الدليل الذي نص عليه الشارع بالأشياء المحددة، ثم أنت ذهبت إلى التعليل، يعني موضوع المال انتقلت من القوت إلى النقود بالتعليل. طيب كيف تجعل التعليل أصل والدليل إيه؟ فرع. هذه إشكالية يعني في نهاية المطاف. لا استحسان مع النص، هذه خطيرة. لا استحسان مع النص. النص واضح. شوف النص يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر. يعني هذا الحديث الآن واضح. يعني هل لو كان زكاة المال هي المقصودة، هل يقال للعبد المملوك أخرج من زكاة مالك وهو لا يملك نصاب أصلا؟ هو لا يملك نصاب، لكنه إذا ملك قوت يومه أخرج من الطعام ما زاد يخرج. ما زاد يخرج. المقصود إذن هنا ليس المال، المقصود هو سبحان الله. نفس الفقراء شيخنا، نفس الفقراء مجرد ما وصلتهم هذه الصدقة وما كان عندهم قدرة ليخرجوا طعام، جاءتهم ما شاء الله مجموعة ما يكفيهم ليلتهم هذه، يوم وليلة، ما زاد عن ذلك هم أنفسهم يتحولوا إلى إيه؟ إلى منفقين. أيوه. فالمراد في هذه المسألة الإغناء بالطعام وليس مطلق إيه؟ مطلق الإغناء. صحيح. ولا لا يمكن أن نقول والله أغنينا الشخص يوم وليلة، ليس هذا هو المقصود. ليس صحيح. هذا هو المقصود. لذلك وعلى فرض أنه جائز، على فرض أننا افتينا بجواز إخراجها مالا، لكن نخرجها مالا ونترك السنة، يعني كنا نقول يجوز لكن الأصل هو السنة. لأن إذا تركت السنة قامت بدعة وماتت. بل بعضهم شيخنا نظر إليها سبحان الله منظور من المعاصرين، حتى نظر إليها من منظور أيضا اقتصادي. لما أنت تعمل على محاولة تدوير المنتجات الزراعية، يعني كل هذه الأشياء هي منتجات زراعية، لما يذهب الناس لشراء هذه المنتجات، لاحظ فرق بين أنك أنت في هذا الموسم تحرك المنتجات الزراعية فتحول حركة المال هنا على مستوى الاقتصاد الكلي. أنا لا أتكلم الآن عن جانب التعبدي فقط، لكن سبحان الله بعضهم حتى من الاقتصاديين لفتة جميلة. أيوة نعم. ليش أنت والله هذه عندك الرز وعندك القمح كلها الأسواق هذه كلها تتحرك في هذا اليوم. الله. لاحظ، فما تبقى القصة فقط النظر إلى مصلحة هذا فمليارات من البشر حينما يشترون الطعام حركنا حركة السوق والاقتصاد الكلي، وبالتالي المستفيد سيكون مجمل إيه؟ مجمل الدولة وليس فقط شخص بعينه. لكن أيضا الشيخ حسن هذا التداول. نعم. الغني ينفق. نعم.
والفقير ينفق، نعم. والصغير ينفق، أيوة الكبير، والعبد ينفق، نعم، والكبير ينفق. صحيح. هذا التداول على ماذا يدل يا شيخ؟ هذا التداول سبحان الله أول فيه معنى الحرص على التعبد بشكل عام، على أن الإنسان يعطي. والله أنت يجب أن تتحول إلى عنصر معطي، ليس دائما عنصر عنصر آخر. جاءتك شيء اكتفيت، حول لمن هو لا أقل تكون منك. دائما محتكر، لا. فأنت عبر التعبد نحركك الآن. أنت قد لا في وضعك الطبيعي قد لا تعطي، لكن نقول لك والله أنت الآن ما دام ملكت قوت يومك وأولادك في الليلة وزاد عن ذلك، أنت أيضا يجب عليك تخرج. وبالتالي سبحان الله شيخ برهان ستبحث عن مساحات واسعة من الفقراء، ليس شخصا واحد ولا اثنين، لأن كل الناس ستتحول إلى مجموعة من المنفقين فيها. هذا الجانب الثاني، التكافل. يتحول المجتمع إلى مجتمع متكافل متعاون فيما بينهم. أيضا يبدو لي أنه في جانب عجيب أيضا، ربما الله أعلم، وهو أنك يا ابن آدم أنت تحتاج لقوت يوم واحد فقط، لأنك لا تدري هل غدا ستعيش أو لا. نعم. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه، نعم، معافا في جسده، نعم، عنده قوت يوم. نعم، سبحان الله. عنده قوت يوم، حيزت إليه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. فكأن الشارع الكريم يقول لك يا أبويا أنت تحتاج ليومك هذا، عندك أكلك، عندك شربك، صحتك طيبة، حق بكرة لا زايد، حق بكرة هذا هو زايد، تصدق به. كأنها مدرسة. تعليقكم؟ ما في كلام، أكيد سبحان الله. وهذا طبعا من اللطائف دائما العبادات، إنه الله تلفتك إلى إنه الله أنت راحل لست مقيم، فلا تعمل على التكديس ولا تعمل على الاحتكار ولا تعمل على طول الأمل، لا. في هذا اليوم أنت يجب أن تتزود، وفي ذكرى عظيمة جدا لمشوار طويل. وبالتالي كما تفضلت هذه الصورة تكون حاضرة عند الإنسان، إنه والله يا أخي علي أن أنفق. وسبحان الله يرى الإنسان أثر ذلك في حياته وفي نفسه عندما يتحول إلى عنصر معطاء. نعم، يرى ذلك. صلى الله إليكم وبارك الله فيكم. معنا مداخلة من الدكتورة أميرة، نحيي الدكتورة أميرة حفظها الله ورعاها ونستمع إلى مداخلتها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع مشاهدي قناة السلام الدولية. في البدء أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأفاضل الشيخ برهان والدكتور حسن سلمان لإتاحة الفرصة للمشاركة عبر التسجيل الهاتف في برنامج قضايا إريتريا. نسأل الله أولا يعني أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر المبارك. قبل أيام قلائل كنا نتحدث في موضوع كيف نهيئ أبنائنا شهر رمضان، وسبحان الله إذا به الشهر يعني يمضي بهذه السرعة، والآن نحن في خواتم هذا الشهر المبارك. نسأل الله أولا أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال. ما بعد رمضان وكيف نستفيد من هذه المدرسة الإيمانية فيما بعد من الناحية التربوية. أنا إن شاء الله أتناول الموضوع من الناحية التربوية، وتحدثنا يمكن في حلقات سابقة وفي برامج أخرى. رمضان فرصة كبرى لتعديل السلوك، رمضان فرصة اللي هي قرص القيم اللي هي التربوية والإيمانية في نفوس أبنائنا. من خلال شهر رمضان نستطيع احنا كأولياء أمور بشكل خاص وكمجتمع بشكل عام أن نساهم في قرص القيم وفي رفع الجانب الروحي والإيماني بالنسبة لأولادنا، لأنه حقيقة رمضان يعتبر تدريب عملي لترويض المراهق والابن لمقاومة ما تقتضيه يعني الغرائز من طعام وشراب وشهوات وغيرها. رمضان كذلك يعني هو فرصة يعالج شهوات النفوس ويوقفها عند حدها. يعني يمكن نحن نلاحظ كيف في رمضان أبنائنا سبحان الله يلتزموا
إذا كان من ناحية العبادات الصلاة والصيام، ويلتزم الابن سبحان الله يعني بقراءة القرآن، ويعني مصاحبة الوالدين في المسجد من صلاة التراويح وغيرها. هذه كل السلوكيات الإيمانية والروحانية نحن استطعنا من خلال هذا الشهر المبارك أن ندرب أبنائنا عليها. وفي نقطة أخرى كذلك من التدريب اللي هي تقوية صلة الابن أو الأبناء بالله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. يمكن نحن بشكل طبيعي أحيانا في الأيام العادية يمكن نلاحظ يعني أن الوالدين دائما هم في حالة قلق وتوتر وحالة عدم استقرار، راحة نفسية بسبب الأجهزة، وتجد أنهم يعني بشكل مستمر يراقبوا أبنائهم في استخدامهم لهذه الأجهزة. لكن بدخول هذا الشهر المبارك سبحان الله يعني ما نجد أنه الوالدين هم يتتبعوا إذا كان الأبناء هم ملتزمين بالصيام ولا لا، لكن هنالك رقابة ذاتية، رقابة يشعر فيها الابن أنه هو الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه. فبالتالي تجد انه هذا التدريب سبحان الله نحن نقول تدريب رباني، يعني الابناء وصلوا لهذه المرحله من الالتزام ومراقبه النفس ومراقبه الذات. كيف نحن نستفيد من هذه المراقبة؟ بما أن نحن دائما كنت في كثير من اللقاءات أشبه أنه نحن غرسنا هذه النبتة، غرسنا هذه الزرعة في نعتبر شهر رمضان شهر القرص، وهذه النبتة وصلت يعني مرحلة معينة، لكن كيف يعني نستفيد منه فيما بعد؟ كيف هذا الزرع نحن يعني نعطيه كل الرعاية والاهتمام والمحافظة عليه حتى يستمر طول العام، يعني حتى النتيجة والفائدة يكون لها ثمرة فيما بعد. في الختام فرصة ثمينة للتغيير بعض الجوانب السلوكية وتقويمها وإصلاح النفس وتهذيبها. فالاعتناء يعني بجوانب التغيير في هذا الشهر الفضيلة يتطلب مننا أن احنا الحرص على الاستفادة من مدرسة الصوم ومدرسة رمضان لتحقيق التقوى، يعني حقيقة التي يعني يسمو فيها المسلم للرقي يعني في السلم الرفعة. يعني هذه المدرسة اللي نحن الآن يعني يمكن أخذنا فيها شهر كامل لابد أن تستمر، يعني حتى لا يكون لدينا فاقد يعني في التعليم. يمكن الناس تقول فاقد تربوي، لكن احنا لا نريد أن نقول فاقد روحي أو إيماني، فيستمر هذا العطاء، لأنه كأننا نحن انقطعنا في مرحلة تعليمية ما. لابد أن يكون الاستمرار والاستفادة حتى يكون التغيير الإيجابي المستمر ما بعد رمضان. هذا التغيير الذي ننشده جميعا يمكن من خلال هذه البرامج ومن خلال أنشطة أخرى لابد أن نساهم جميعا إذا كان في إطار الأسرة، في إطار المجتمع، في إطار الوسائل أو اللي هي الوسائل القنوات وغيرها الوسائل الإعلامية، أن نؤطر ونرسخ لهذا التغيير الإيجابي أن يكون فاعلا ويكون يأتي ثماره فيما بعد، ومن خلاله أن نخرج قادات المستقبل. حقيقة أنا سعدت بهذه الفرصة وهذه المداخلة، وأرجو أن أكون ساهمت ببعض الأفكار اللي هي العملية اللي تفيد أبنائنا وتفيد الأسر الاستفادة من شهر رمضان والصيام فيما ما بعد رمضان. وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله نلتقي يكون لنا كذلك مساهمة أو مداخلات في الحلقات القادمة. بارك الله في جهودكم جميعا. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للدكتورة أميرة على هذه المداخلة الطيبة التي أفادتنا في الجوانب التربوية وركزت على جوانب مهمة جدا. شكرا جزيلا وتستمرين معنا إن شاء الله. شيخ حسن، بالنسبة لوقت زكاة الفطر، متى الوقت الجائز ومتى هو الوقت المحبوب المفضل عند الله عز وجل؟
الجائز يبدأ من بداية رمضان إذا كانت هنالك حاجة، يعني إذا كانت هنالك حاجة لأن يصل الطعام إلى من يحتاج إليه يمكن على كل، مجرد أن دخل الشهر فالإنسان قد يقدمها. هذه من حيث مساحة الجواز. لكن من حيث مساحة الأفضلية، مساحة الأفضلية قبل صلاة الفجر يذهب بها الإنسان إلى الفقير، أو الليلة نفسها، نفس الليلة التي يكون فيها ليلة العيد يمكن الإنسان أيضا، وأجاز بعضهم يومين قبلها. فالأفضل عموما هي يومين قبل لكن رمضان كاملا يجوز الخروج؟ يجوز، نعم، إذا كانت هنالك حاجة تقدم، كما تقدم زكاة الأموال تقدم أيضا هذه من يربطها بعدم الصيام، يعني ليست مرتبطة بأنك أنت تكمل الصيام ثم تخرجها، فهي موجودة على كل للحاجة. مساحة جواز موجودة، مساحة جواز عند الحاجة، مساحة جواز عند الحاجة، مساحة الجواز عند الحاجة، عند الحاجة والضرورة. نعم. يعني كما تقدم الأصل كما تقدم النبي عليه السلام أخرجها ليلة العيد. نعم، هذا هو السنة. هذا هو ويجوز إخراجها بيوم أو يومين. نعم من أجل كذا. لكن الآن مثلا نحن نقول الآن عندنا إخواننا في غزة مثلا ستحتاج إلى ترتيب وتحرك وإيصال وكذا، لاحظت؟ فهذه هؤلاء يمكن أن يقدموها إلى أن تصل إلى صاحب الحاجة، فما في حرج إن شاء الله. يعني كأن لو مثلا اعتقدنا الوكالة، نعم، أنا أوكل جمعية ما، نعم، ممكن أن أعطيهم الماء في بداية رمضان، نعم، ويستلمونه وهم يوصلونه ليلة العيد. أحسنت. يرتبون الشراء ويرتبون أن كميات كبيرة. أحسنت. الحقيقة عجبتني ما يعني فكرة الدعم الاقتصادي، نعم، في قضية الزكاة. صحيح. جدا يعني فكرة عميقة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أخرجها طعاما، ذكر عدة مواد غذائية. نعم. الشعير، البر، نعم. التمر، الأرز، الزبيب. نعم. وهذا كلها كل منتجات الزراعة كلها. أي والله منتجات الزراعة، هذا منتجات الزراعة معناه تحريك حقيقة الاقتصاد الزراعي. ولذلك عندنا دكتور فاضل جزاه الله خير يقول الالتزام بالنص الشرعي حتى مع جهلك لحكمته وعلته، قال ستجد بعد فترات، لأن الله يغذف بالغيب عن علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يعلم المرامي ويعلم المصالح ويعلم المآلات. أنت بس التزم بما ورد عنه. يقذف بالغيب علام الغيوب، يرميها قدامه. فأنت لا تستطيع أن ترى 50 سنة قدام، لكن الله عز وجل الغيب عنده مكشوف. نعم. فيقول لك والله إذا التزمت بهذه سيحصل لك هذا. عندما أحرم لك الربا، مآلات الربا عندي واضحة، أنا ما أحتاج إلى أن أصل النهاية ليقع الفاس في الرأس، لا، أنا أقول لك والله من البداية. ليش؟ لأنك التزمت هدايات الكتاب، النتائج واضحة. نعم. فلا يمكن أن نتوقع مثلا خير مما يرتكب الربا. نعم. ولا نتوقع تحسن اقتصادي إلا إذا كان في خبل في النص، في فهمك أنت للنصوص الشرعية. نعم. يا سلام جميل جدا. إذن مشاهدي الأكارم، نخرج زكاة الفطر بيوم أو يومين، ولا بأس أن يعني نوكل غيرنا من المؤسسات الخيرية الموثوقة ونعطيهم من بداية شهر رمضان ليقوموا بواجب الشراء والتجهيزات. طيب شيخ حسن، بقي لنا 10 دقائق ونختم إن شاء الله. في خلال 10 دقائق لو تحدثنا عن السنة النبوية في أداء صلاة العيد وحكم صلاة العيد على أقوال أهل العلم، وأيضا السنة في الخروج والسنة في العودة حسب الشريعة الإسلامية. نعم. طبعا أيضا من الأشياء التي يختم بها هذا الشهر أن يختم بفرحة، وفرحة يجتمع فيها المسلمون ويشهدون على كل جماعتهم، ويخرجون من المساجد حتى إلى الساحات العامة، ويخرج الكل حتى الحيض لا يصلين لكن يشهدن المظهر العام للمسلمين، ويكن حول المصلى فيشهدن الدعاء ويشهدن على كل بركة هذا اليوم. وبالتالي هنا لا بد أن ننبه أن الناس لا تفرط في الحضور لهذا المشهد، لأنه هو شعيرة، والشعائر دائما فيها هذا النوع من المظهر، مظهر الجماعية في الأداء.
ولذلك القول بغض النظر الآن عن المذاهب الفقهية في حكمها على كل على حكم صلاة العيد، لكن القول بالوجوب مثلا وهو الذي ذهب إليه الحنابلة، القول بوجوب صلاة العيد يقوي ويعزز من هذه المسألة، يقوي من أن الناس تحرص جميعا ويذهبوا جميعا ويشاهدوا جميعا هذا المشهد الجماعي اللي هو يشارك في هذه الشعيرة، فليحرص على كلنا الناس إن شاء الله إلى هذا الجانب. طبعا بمجرد أن يتم الإعلان أو تتم الرؤية في نفس اليوم يبدأ الناس بعد ذلك في التكبير، يبدأون ليلتهم في التكبير. وللأسف هذه طبعا من السنن المهجورة، خاصة تكبير عيد الفطر محدود، يبدأ معك من مغيب أو من أول من ليلة العيد إلى صلاة العيد، فالتكبير محدود، وبالتالي إحياء هذه السنة سواء في الشوارع سواء في المساجد سواء في البيوت، فسنة التكبير لا بد من إحيائها، والناس تكون حية وقوية. للأسف الشديد كما قال بعض الأفاضل يقول لأن حياتنا صارت فيها العزة قليلة، وصارت الحالة العامة والعياذ بالله هي الذل والهوان والاستكانة، صار حتى موضوع التكبير نستحي منه، صار موضوع التكبير نفسه كثير من الناس يستحيونه، فعلينا أن نكبر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا كما تفضلت نخرج في نفس الليلة هذه أو صبيحة نجهز على كل زكاة الفطر وحتى تصل إلى أصحابها، ثم نبدأ صلاة الفجر، وبعدها مباشرة الإنسان يقوم بالغسل وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل للعيد ثم يلبس ما طاب له على كل ما عنده من ثياب حديثة أو كانت ثياب على كل تناسب العيد، ثم قبل الذهاب إلى المصلى خاصة في عيد الفطر عليه أن يأكل تمرات أو يحاول أن لا يذهب وهو صائم حتى يفطر على كل ويذهب إلى المصلى خلافا ويجعلها وترا نعم. ثم يأخذ على كل نفسه وأولاده قدر الإمكان أيضا أن يذهب بهم إلى المصلى. وطبعا في المصلى ليست هنالك صلاة، يعني لأن المصلى عام وليس مسجد، فليست هنالك تحية المسجد كما يفعل بعض الناس، يعني ليس، بس عليك بالتكبير وتجلس حتى يأتي الإمام ويصلي بالناس. طبعا الإمام سيصلي بالناس، وهنا طبعا مهم جدا الناس في كل بلد أن تعرف نوع الإمام الذي يصلي بهم، خاصة في موضوع التكبيرات. موضوع التكبيرات خاصة عندنا في الأحناف يعني فيها كثير من الناس يحصل لديهم إشكال يعني، لكن المعهود طبعا أن الإنسان يتبع إمامه أيا كان، سواء كان الإمام على المذهب الحنفي أو المذهب يتبع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى الإمام بدأ بعد ذلك بتذكير الناس، تذكيرهم بأحكام العيد. وأحكام العيد حقيقة أشياء كثيرة جدا تحتاج، منها مثلا التسامح والتصافي والعفو وصلة الأرحام، وكذلك التفقد لأحوال الأهل والأقرباء والتواصل معهم. أضف إلى ذلك أيضا تجنب المحرمات في هذا اليوم. للأسف الشديد بعض الناس بمجرد أن ينتهي شهر رمضان ويفك والعياذ بالله عتاة المجرمين من الجن والشياطين، فإنهم ينطلقون في كثير من المخالفات، وخاصة المخالفات المتعلقة بالدخول على النساء في الأعياد. هذه مسألة أيضا يحصل فيها مخالفات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إياكم والدخول على النساء، وخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم إذا خاطبوا النساء في بيوتهن أن يخاطبوهن من وراء حجاب، فيمكن للإنسان إن شاء الله أن يأتي إلى أقربائه ويسلم من وراء الحجاب ومن وراء الحائط، يعيد لهم ويبارك لهم العيد، ولكنه يتجنب على كل موضوع المصافحة وموضوع الدخول وموضوع النظر وموضوع كذلك اشتباك النساء مع الرجال في هذه المناسبات نتيجة التواصل الأسري. كل ذلك من الأشياء على كل التي يكون فيها ربما بعض الناس يخالف أحكام الشريعة الإسلام. فهذه القضايا كلها ينبه عليها الإمام في خطبته، ويحرص أيضا الناس أن لا يغادروا المصلى إلا بعد أن يحضروا على الأقل هذه الخطبة ليستفيدوا إن شاء الله مما فيها من أحكام ومما فيها من دعوات ومما فيها من خير وبركة. وكلما جلس الإنسان وهو ينتظر إن شاء الله الإمام وينتظر خطبته فإنه يكون أكثر أجرا وقبولا عند الله سبحانه وتعالى. يحرص أيضا الإنسان عند عودته أن يغير الطريق الذي جاء منه، يغير طريق آخر حتى يعني يلتزم كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. ويبدأ بعد ذلك على كل بالتواصل مع جيرانه وأصحابه
خروج النساء والصبيان أيضا. نعم، يخرج النساء ويخرج الصبيان حتى الحيض. المصلى. نعم، حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير مع المسلمين. نعم. كل هذا مطلوب. الحقيقة قد أتيتم على جميع الأحكام بشكل موجز، جزاكم الله خير الشيخ حسن سلمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بالصحة والعافية والأمن والإيمان، ونتمنى لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة النصر والتأييد والتمكين. ويعني وإن كنا قد أمضينا ومضى علينا في فترات شهر رمضان المبارك يعني مواقف محزنة في غزة، وفي نفس الوقت أيضا مواقف انتصار وخير، ونسأل الله تعالى أن يكون خاتمة هذا الشهر نصر مبين وإيقاف للحرب وحقن للدماء في كل بلدان العالم، والله عز وجل سميع الدعاء. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ونسأل الله أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحديث الشيق مع الدكتور حسن سلمان. الشكر موصول له كما الشكر موصول لكم أنتم أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بعد العيد. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب